الزمالك ظهر بمظهر مش تمام قدام الجونة. الزمالك كان بيريح لعيبته، ما كانش بيلعب ببنتايج. الزمالك عامل حسابه وعارف ان ماتش الاهلي هو ماتش الموسم، هو الماتش اللي هيحسم الدوري، والزمالك متصدر بفرق 6 نقط او فرق 5 نقط، يعني الواحد ما بيتابعش غير الاهلي، بس الزمالك فارق عنك بكذا نقطة. فالماتش ده انت لو خسرته انسى الدوري وخش بقى في دوامة وحشة وملهاش اي 30 لازمة. يعني هنخش احنا كنادي اهلي او كاهلاوية في دوامة ما يعلم بها الا ربنا. يعني انت مستقر وعندك فلوس ومرتباتك ما بتتاخرش واعلانات وبطولات وكل اللي انت فيه ده، واللعيبه ظاهره بالمستوى ده، ما بالك بقى ماتش القمه اللي انت محتاج بنسبه 1,000,000% فيه ان انت تاخد ال3 نقط عشان ترجع تنافس تاني على الدوري، ان انت تتعادل او تخسر. سيناريو ما احبش ان انا افكر فيه اصلا. يعني سيناريو كل ما بيجي على بالي التفكير فيه بيجيب لي احباط وبيضايقني.